عارف ان 80% من الناس اللي بتسالك هم اصلا مش ناويين يشتروا؟ انا عارف ان الرقم صادم، بس صدقني المشكله مش فيهم، المشكله فيك انت. لو انت بتتعرض للمشكله دي اكيد في مشكله عندك في البروسيس، يعني مش شرط تكون موجوده عندك في المنتج. من خلال شغل في الاستشارات في الجزئيه ديت اللي كانت في 2024 اللي يمكن كمان تخطط 21 استشاره، انا عايز اقول لك ان بعض الاوقات ما بتبقاش مشكله في المنتج، لا، المشكله اوقات بتبقى في التوقيت الغلط، في الناس الغلط، وبعض الاوقات في طريقه عرضك للمنتجات اللي انا يمكن قلتها لك في الفيديوهات اللي قبل كده في الجزئيه ديت اللي هي تحت مسمى الرساله التسويقيه. تعالى بقى اقول لك على اهم 3 حاجات صدقني هيفرقوا معاك لو انت فكرت فيهم. رقم 1، انك بتكون موجه شغلك كله للجمهور المستهدف اللي بجد. تيجي تقول لي ياه ده انا زهقت بالكلمه دي سواء منك او حتى يا عم خالد من غيرك، اقول لك اصبر عليا بس انا هضرب ليك مثال. لو انت النهارده بتستهدف جمهور للملابس داخليه او حتى بوكسرات، حضرتك مين الجمهور المستهدف بتاعك؟ انا هسيبك ثانيتين تفكر. فكرت؟ اكيد دلوقتي معظم الناس بتقول الرجاله، اقول لك غلط، ده مش جمهورك المستهدف، الجمهور المستهدف بتاعك السيدات. رقم 2، هل الجمهور بتاعك محتاج كتالوج عشان ابقى فاهم المنتج بتاعك، ولا انت مبسط الكلام ومفهم الرساله ومختصر كمان الكونتنت بتاعك اللي في الاعلان؟ رقم 3، السي تي اي، ودي اللي من اخطر الحاجات اللي دايما بشوفها. ليه؟ لان الناس دايما بتستهتر بيها. خد عميلك من ايده وقول له يعمل ايه عشان يشتري المنتج بتاعك. لو انت كمان بتستقبل اسئله ونسبه الكونفرجن ريت او نسبه التقفيل عندك قليله، اكتب لي في الكومنت كلمه منتج وانا هبعت لك الملف اللي كان فيه بعض الاجابات او معظم الاجابات اللي جبناها في الاستشارات في الجزئيه دي، هيفيدك جدا. سلام.